تعرضت دورية بحرية مغربية بإقليم الناظور للجنوح في مياه مليلية صباح اليوم الخميس، ما أدى إلى دخولها الرصيف الجنوبي للمدينة المحتلة، في وقت طالبت فيه السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية التدخل للمساعدة. وحسب مندوبة الحكومة الإسبانية بمليليا، فإن الباخرة جنحت بعدما نحت عن مسارها حوالي الساعة 10 صباحا، ما أدى بها إلى الدخول إلى مياه مليليا والاقتراب من الساحل المدينة المحتلة. وطلبت السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية التعاون، ما استجابت له الأخيرة، حيث جندت فريقا تابعا للإنقاذ البحري إلى مكان الحادث. وتولى قبطان ميناء مليليا تنسيق عملية الإنقاذ، والتي تضم توحيد الجهود بمشاركة منقذين قدموا من الناظور، كما تهدف أيضا إلى ضمان سلامة السفينة الدورية وطاقمها. وقالت صحيفة أوندا ثيرو إن الباخرة المغربية تعاني من تسرب كبير، مبرزة أن السفينة نحت عن مسارها بسبب قوة الرياح الشرقية التي نقلتها إلى الرصيف الجنوبي لمدينة مليليا.